انت بتحبيني صح؟ ايوه طبعا، ودي فيها سؤال؟ انا عايزاكي تتجوزي جوزي. جوزك اللي هو مين؟ احمد؟ لا لا لا، مستحيل. النهاردة عندنا مراجعة فيلم الهنا اللي أنا فيه، بطولة كريمة محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح. تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي. طبعا لو احنا شفنا القصة بتاعت الفيلم هنلاقيها اتهرست مليون مرة قبل كده. أولها سنة 64 كان فيلم اسمه سيندي مي نو فلاورز. وطبعا السينما المصرية عملته في فيلم امرأة زوجي، كان بطولة صلاح ذو الفقار ونيلي ونجلاء فتحي. القصة بدون حرق للأحداث بتدور إنه الزوجة مريضة مرض خطير، ومن خوفها على أسرتها جوزها وبنتها فبتروح لأعز أصدقائها عشان تجوزها جوزها. طبعا بعدين بتطلع إن بعد الجواز ما تتم إنها مش مريضة. طبعا القصة ديت مش معمولة بشكل يعني عصري، إنما مجرد وقت بيحاولوا يملوه على الشاشة. فالوحيد اللي كان بيمثل في الفيلم كان هو حاتم صلاح، اللي هو يعتبر يعني أقل شخصية في التواجد الزمني، ولكن بصراحة هو شايل الفيلم بإفهاته والحاجات اللازمات الكوميدية بتاعته. بعد كده لو بصينا على كريم أو على ياسمين أو على دينا، يعني كلهم ما أدوش ب2 جنيه حتى تمثيل. يعني بحس إنه دينا أهم حاجة إنها بتجيب ملابس وعايزة تتصور بيها وخلاص. حتى كريم بعد فيلم شلبي أو فيلم اللي كان عامله بتاع بيت الروبي كان يعني مفروض إن هو بدأ يعني يحط خطوات كويسة ليه، بس هو بيرجع كتير قوي بفيلم زي ده. الفيلم مليان إيحاءات جنسية طبعا. يعني انت لو هتصنفه تصنيف عائلي، انا بقول ان هو يخرج بره التصنيف العائلي. ما تعرفش تجيب اسرتك وتتفرج عليه، ولا حتى ان انت تتفرج عليه انت بشخصك يعني. بصراحة ما برشحوش قوي للمشاهدة.